السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده حبايب قلبي موعدنا الاسبوع، هقدم لكم منيو اكلاتي طول الاسبوع، يا رب كده يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ولو عجبكم المنيو حبايبي يلا فضلا وليس امرا، اللي مشتركش في القناه يشترك في القناه. واهم حاجه اللايك يا حبايبي، ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لاكبر عدد من الناس. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل. اول حاجه حبايبي ابتدينا بها المنيو بتاعي، عملت بديل الرز البسمتي شعريه ولسان العصفور، وكان عندي نص بطايه حمرتهم كده وحطيت عليهم البهارات الجميله بتاعه الكبسه، والصراحه كان طبق رز ما شاء الله عليه يفتح النفس. وسويت نص بطايه زي ما انتم شايفين ما شاء الله، جميله جدا يا حبايب قلبي، واكل يفتح النفس ونعمه ربنا يديمها علينا يا رب ويحفظها من الزوال. طبعا الرز البسمتي غالي كلكم عارفين، فجبت نص كيلو شعريه ولسان العصفور مع بعض وحمرتهم. اكلنا والله وفاض مننا وفاض مننا من البط ده، ويوم عدى بسم الله ما شاء الله. واليوم اللي بعده يا حبايبي عملت مكرونه بالتونه، اول مره اعملها. قلت اجرب المكرونه بالتونه، ما شاء الله كانت جميله. يعني عملت الصلصه بتاعتنا الجميله بتاعت المكرونه، ونزلت علبه التونه والمكرونه زي ما هي من غير سلق، وحطيتها مع كله مع بعضه على البوتاجاز، واستوت ما شاء الله زي الرز بسم الله ما شاء الله. طلعت جميله جدا وطعمها حلو خالص يا حبايبي. وده يوم من ايام الاسبوع طبعا، ما يعني ما ينفعش اعمل جنبها بيض، عملت طبق بطاطس وطبق سلطه. بس انا وريتكم الطبق الجميل ده، يعني هو مضمون الاكله بتاعتنا يا حبايبي في اليوم ده. بسم الله ما شاء الله، فضل ونعمه من عند ربنا، الحمد لله الحمد لله والله ان احنا لاقيين الاكل الجميل ده. واليوم اللي بعده يا حبايبي قضيناه زي ما انتوا شايفين، طبق كبدة زي ما انتوا شايفين يفتح النفس، وطبق بطاطس وحتة جبنة قديمة وشوية جرجير. ما شاء الله يا حبايبي، والله كلها نعمة من عند ربنا، جميل جدا واكلنا واتبسطنا. وفاض كمان من الكبدة دي كلناها تاني يوم ما شاء الله. ده برضو يوم في المنيو الجميل بتاعنا يا حبايب قلبي. بجد يا حبايبي ما تبخلوش عليا باللايك، يعني لما تشوفوا الفيديو حطوا اللايك، اللايك ده بيظهر الفيديو وبخليه يبان للناس. انا يعني مش شايفه تفاعل على القناه خالص، فيا ريت حبايبي اللي يشوفوا الفيديو ويعجبوا يحطوا اللايك. ما شاء الله طبق الكبده ده عملته شوحته كده بالثوم والبصل والطماطم والفلفل الالوان والبهارات بتاعتنا الجميله ما شاء الله، وحمرناه كده زي ما انتم شايفين، وحبيت طماطم حطيناها عليه في الاخر كده. طلع جميل جدا يا حبايبي، وبالف هنا وشفا للي كل، والف هنا وشفا للي شاف الاكل الجميل بتاعنا. وبعد كده ضيعنا اليوم ده، عملنا اكل شعبي يا حبايبي، بس برضو كله فضل ونعمة الحمد لله. دايما يا حبايبي نحمد الله، احنا احسن من غيرنا بكتير. ربنا يديم علينا نعمة الصحة وراحة البال، دي اهم من اي حاجة حبايب قلبي والله. بسم الله ما شاء الله، طبق كبدة برضو فاض من امبارح، وسلقت 3 بيضات وطبق فول وطبق بطاطس وطبق طعمية. برضو ده كان غدانا يا حبايبي. طبعا الاسبوع ده جوزي كان في الشغل وابني مسافر، ما فيش الا انا وابني التاني، فبعمل اكل بسيط كده على قدنا ما شاء الله. يعني كله خير وفضل ونعمة من عند ربنا، ربنا يديمها يا رب علينا. وده يوم يا حبايبي من ايام الاسبوع بتاعنا، وعدى اليوم الجميل، عملنا احلى طبق كشري من ايد ام محمد. ايه رأيكم بقى في الطبق الكشري الجميل ده؟ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. عملنا طبقين اتنين، طبق ليا وطبق لابني ما شاء الله، وطبق صلصة كده وطبق دقة يفتح النفس. والله يا حبايبي، يعني انا حاسه احسن يوم في المنيو هو طبق الكشري ده ما شاء الله، جميل جدا. يعني هو الصراحه اليوم ده اكلت وشبعت فعلا، لاني زهقانه من الطبيخ ما شاء الله. فانتوا كلكم عارفين الكشري بينعمل ازاي، وحمرت طبعا البصل على وشه اهو وحمص ما شاء الله، وطعم الكشري كان جميل جدا. ولو عايزين تشوفوا طريقتي اتفضلوا على القناه، هتلاقوا الطريقه هتعجبكم والله يا حبايب قلبي. هيعجبكم وصفاتي، وبعمل وصفات كتير حلوة هتعجبكم، اتفضلوا بس انتوا على القناة وهتلاقوا وصفات جميلة، وهتلاقوا مشتريات، وهتلاقوا كل حاجة هتعجبكم على القناة ان شاء الله. وده كان يوم يا حبايبي من ايام الاسبوع بتاعنا. وبعد كده قضيناها بقى، مشينا يوم وقضينا كشري. بعد كده يا حبايب قلبي دخلنا على التقيل، عملنا شوية سمك سنجاري يفتحوا النفس كده ما شاء الله. هنا جبت سمكتين مكاريل زي ما انتوا شايفين، وفتحتهم ونضفتهم
وعملت طبق رز وطبق سلطة، وكان غدانا حبايب قلبي يوم جميل جدا. طبعا السمك المكاريل ده في الأكل جميل يا حبايب قلبي، وما نفتحه نعمله سنجاري زي كده بيطلع أجمل، وكمان لما بينقلي بيبقى جميل جدا. بس طبعا احنا ما بنحبش المقالي الكتير يعني. كل أكلنا معظمه بنشوي السمك، دايما بنشوي السمك، سواء كان بلطي أو كان بوري أو كان مكاريل أو أي نوع من أنواع السمك احنا بنشويها. وعملنا طبق سلطة ببصل كده وخيار وكل الخضرة اللي عندنا حطيناها عليه، وطبق رز أبيض ما شاء الله، والسمك الجميل ده، وعدى اليوم الجميل بتاعنا يا حبايبي. واخر يوم في المنيو عملت صينية مكرونة بالبشاميل بالفراخ، ما شاء الله كان عندي صدر فرخة، وعملت بها صينية المكرونة دي حبايب قلبي، واكلنا واتبسطنا ما شاء الله، وفاض منها كمان اكلناه تاني يوم. بسم الله ما شاء الله، كانت جميلة جدا وطعمها بالفراخ روعة يا حبايب قلبي. انا على طول بعملها باللحمة، بس الدور ده عملتها بالفراخ ما شاء الله، طالعة جميلة جدا. بألف هنا وشفا يا حبايب. وبكده خلصت معاكم الفيديو بتاعي، يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم حبايب قلبي يلا بقى حطوا اللايك وكومنت حلو زيكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.